صباح شريف لطيف خفيف. طبعا اللي انا كاتبه في الكابشن ده ان هو اجراء مصحح، ده اجراء مهبب مش اجراء مصحح. ايه اللي حصل بقى؟ اتكلمنا قبل كده في انه عشان في 4 حاجات لو موجودين بيحلوا مشاكلنا في البيت والشغل والشارع، اللي قلنا عليهم ان هو تحديد المسؤولية، المحاسبة بشفافية وعدالة. قلنا الحاجات دي مش موجودة، اتكلمنا في فيديو تاني انه دي بتولد عوامل اللي بتخلي فيه احتيال، بتخلي فيه ظلم، بتخلي فيه ضرب، بتخلي فيه مشاكل في البيت والشارع والشغل، الا وهما الضغط المالي او النفسي او الاتنين مع بعض، ووجود الحافز والفرصة عند اي بني ادم او كائن ماشي على وجه الارض، مع وجود التبرير او الاتيتيود ان هو يتطبع خلاص بالموضوع ده. طب واحنا كل حلقة بنعمل ايه؟ عايزين نكلير، عايزين ننظف حاجة منهم. طب احنا عشان نرجع بقى تاني، عشان نحدد المسؤولية، وايه علاقة ده بالكابشن اللي احنا كاتبينه؟ عشان نحدد المسؤولية اللي هي القرارات اللي بتتاخد، اللي هي الإجراءات اللي بتتاخد في البيت وفي الشارع وفي الشغل. القرارات دي ليها 4 أنواع. إما إن هي بيسموها إجراءات مانعة، أو إجراءات كاشفة، أو إجراءات مصححة، اللي هي بالإنجليزي يعني بيسموها preventive control, detective control, corrective control إجراءات مصححة، و directive control إجراءات موجهة. ايه برضو اللي بيحصل بعيدا عن ياسمين؟ يعني ايه برضو اللي بيحصل؟ لما انت بتيجي دلوقتي بتقول لابنك عايز تربيه، فبتقول له والله يا حبيبي ما ينفعش تشرب سجاير، ما ينفعش تشرب مخدرات. ليه؟ عشان في 1 2 3 4. انت بتعمل ايه؟ اجراء مانع. انت لما بتيجي خايف المخزن يتسرق، فبتعمل ايه؟ بتحط امين مخزن وبتعمل ستوك كنترول او رقابه على المخزون، ده اسمه ايه؟ اجراء مانع. هل لما انت بتقول لابنك ما يشربش مخدرات، ولما بتحط امين المخزن وتعمل ستوك كنترول الاجراء المانع، هل ده كفايه؟ لا، قالك لا، لازم يكون في اجراء كاشف، ما ينفعش يبقى اجراء مانع لوحده. ايه الاجراء الكاشف؟ اللي انت تعمل اجراءات تتابع بيها شغلك، تتابع بيها ابنك، تتابع بيها مراتك، تتابعي بيها جوزك. فبالتالي بتعمل ايه؟ بتقعد مش تراقبه، ولكن من غير بس ما يعني تتدخل في حياته الشخصيه، ما تخلوش ليه شخصيه، ولكن بتعمل ايه؟ بتراقب مثلا البروجرس بتاعه في البيت، بتشوف في المدرسه، بتشوف اصحابه ماشيين، اللي ماشي معاهم، بتشوف سلوكياته عامله ازاي، بتشوف الحاجات اللي هو بيتفرج عليها. ده اسمه ايه؟ اجراء كاشف. هل ينفع تعمل اجراء مانع من غير اجراء كاشف او العكس؟ ما ينفعش. طيب بافتراض ان انت عملت الاثنين، الست بقى اللي هي ابنها تاه منها، هي اكيد ما كانتش عامله اجراءات مانعه عشان ابنها ما يتوهش منها، فبالتالي راحت عامله ايه؟ المفترض يعني ان هي مركزه مع ابنها كويس جدا، ولا بنتها ماسكه في ايديها بتقول لها يا بنتي ما تعديش الشارع الا لما تكوني معايا، ما تروحيش مع اي حد. فهي بتعمل اجراءات مانعه عشان مش اي حد يخطفها او اي حد يخطفها. وفي نفس الوقت عينيها عليها، مش بتقول لها كده معتمده ان هي هتفهم او معتمد ان هو هيفهم، ولكن هي متابعها دايما بعينيها، وعماله تبص عليها وعماله تشوفها راحت فين وجت منين. ده اجراء ايه؟ كاشف. طب لا قدر الله حصل ان هي البنت او الولد اتخطف او تاه، فلما بتلاقيه، ايه الاجراء المصحح؟ اكيد مش لطشه القلم. لا، لطشه القلم دي هتعقد الواد او البنت او تجيب له عاهه مستديم. فلازم اكون انا عارف انا ابني لو انحرف، ابني لو عمل حاجه غلط، هعمل ايه معاه؟ يعني هتصرف ازاي معاه؟ مظبط هذا الاجراء المانع. في الشركات المالتي ناشونال بيعملوا حاجه اسمها بيزنس كونتينيتي بلان، خطه استمراريه الاعمال، وديزاستر ريكفري بلان. الحاجات دي ليها تفاصيل كتير قوي، بس بيعملوا يقول لك وات اف ان حصل في نيزك جه، وات اف حصل ان احنا اتسرقنا، وات اف حصل ان في فضيحه طلعت وعميل ضرب ولا موظف ضرب عميل، هتصرف ازاي؟ فيبقى عندي الاجراءات المصححه. الاجراءات التوجيهيه اللي موجوده في الشركات، اللي انا يكون عندي سياسات واجراءات موثقه ومعتمده. تاني، يبقى انا النهارده عشان اخد قرارات لازم، عشان الكواليتي، حتى لو بيدرسوا مانجمنت، عشان ادرس جوده اتخاذ القرار بتاعي، وهل ده بيخلق بيئه رقابيه، وبيخلق سلاسه في اتخاذ القرار. وهو ده نفسه هو، ولا ال4 دول هو اللي احنا بنعين فيهم المسؤوليه على نفسنا؟ انا النهارده كزوج وكزوجه، مين المسؤول عن متابعه الولد في المدرسه؟ ده اسمه ايه؟ ديتكشن كنترول. مين المسؤول عن التربيه في حاجات معينه؟ اللي هو ينزل يوديه، في بريفنتيف كنترول عشان الواد ما ينفعش ينزل لوحده ولا يتخطف، فعملنا بريفنتيف كنترول. فكل واحد احنا بنوزع على نفسنا ايه؟ 4، عشان ما نسقطش حاجه. بنوزع على نفسنا 4 قرارات، 4 مسؤوليات في البيت وفي الشارع وفي الشغل وفي الحكومه وفي كل حاجه. بنعمل اجراءات مناعه، بناخد قرارات، وبنحدد منهجيات عشان تمنع حدوث المشكله.
تمنع حدوث مشكله الولد ينحرف، البنت تعمل حاجه غلط، الولد يسقط، اللي احنا نتخانق مع بعض، اللي احنا نتطلق. احنا بنعمل ايه؟ اجراءات مانعه عشان ما يحصلش مشاكل ما بيننا. عارف انا ما بحبش الكوسه، فما تعمليليش كوسه ليه؟ بنعمل اجراءات مانعه من الاول كده عشان ما ايه، ما ندخلش في خلافات. هي ما بتحبش اسلوب معين، طريقه معينه، فبتقول له إيه؟ ما تعاملنيش كده، عاملني بالطريقه التانيه ليه؟ اجراءات مانعه عشان ما ندخلش في مشكله. وبعد كده لازم يكون ايه برضو في الشغل، لازم نعمل اجراءات مانعه، اجراءات مانعه عشان ما يحصلش ان في تضارب في المصالح، اجراءات مانعه عشان ما حدش يشتري حاجه ملهاش لازمه او يهدر موارد. جميع اتخاذ قرارات، ما فيش قرار بياخده رئيس تنفيذي في اي شركه بيخرج عن الاربعه دول. رفعت سماعه التليفون هي اما اجراء مانع او كاشف او مصحح، هي ما بتطلعش بره دول. توجيه الاب او الام علاقتهم مع بعض ما بيطلعوش بره دول. فعملنا الاجراء المانع، مش بس الاجراء المانع، لا عملنا اجراء كاشف ليه؟ عشان نتابع هل الاجراء المانع ده عدى منه حاجه ولا لا، عدى منه حاجه ولا لا. ما انا قلت له ما يشربش. انا عامل النهارده فاير سيستم في الشركه، لا فاير سيستم فيه الاربعه، خلي بالك. ايه الاجراء المانع يا جماعه؟ اللي هيشرب سجاير في اوضه الاجتماعات هيترفد. فده ايه؟ وفي سيفتي اوفيسر كده معدي رايح جاي، ده ايه؟ ده اجراء مانع. طيب بعد ما عملت اجراء المانع، هل عملت اجراء المانع وقلت للناس وما حطيتش السنسور اللي هو بيشوف بيلقط الدخان والحاجات دي؟ لا حطيته، ده ايه؟ ده اجراء كاشف. اوكي. طب هل انت عملت اجراء مانع وهترفض الحد اللي هو ممكن يفيوليت ويشرب سجاير وحطيت برضو السنسور ده، هل معنى كده ان انت حطيتش طفايات حريق؟ لا برضو حطيت طفايات حريق. طب طفايات الحريق دي ايه؟ اجراء مصحح. لانه لو حد برضو مع ان هو هيتخصم منه عارف، وكمان وعارف بتاع السنسور متركب فوقيه وعارف، قال لك برضه ممكن يشرب سجاير، او ممكن لا قدر الله يحصل حاجه تانية، يحصل مس كهربائي. فلازم تعمل اجراء مصحح، لازم تكون عامل حسابك ان هيحصل مشكله. فده الايه؟ الاجراء المصحح. فما فيش حاجه في الدنيا، حتى شوف لما بيعملوا الفاير سيستم يعملوا اي حاجه، لازم اجراءات مانعه، اجراءات كاشفه، اجراءات مصححه. اجراءات توجيهيه عشان ما نلخبطش بعض كتير، ان هو يكون موثق. لما نروح اي شركه ايه المشاكل اللي بتحصل؟ قال لك ما انا قلت لا والله انا مش هعتمد ايه طلب الشراء ده، ليه حضرتك مش هتعتمده؟ لا اصل هو لازم يكون الحد الائتماني والحد اللي مش حضرتك مين اللي قال الكلام ده؟ قال لك ما انا باعت لك ميل من سنتين. لا ما فيش الكلام ده، انا مش فاكر انا اكلت ايه امبارح اصلا. لازم سياسات واجراءات موثقه وموضحه ومعتمده من الرئيس التنفيذي ومجلس الاداره، معموله بقى بالمره على حاجه اسمها راسي موديل. شوف الجمال، قال لك ايه؟ لازم كل قرار في الشركه يبقى محدد مين اللي عنده ريسبونسبيلتي والاكونتبيلتي واللي شود بي كونسلتد واللي شود بي انفورمد، مين المسؤول عن الاعداد، مين المسؤول عن المراجعه والاعتماد، مين اللي لازم يتم استشارته، مين اللي لازم يتم اخباره. فانا لو عامل هذه الصلاحيات ومسؤوليات، هذه الاجراءات اللي بالطول كده، الاجراءات اللي هي قراراتنا الشخصيه، تليفوناتنا، توجيهاتنا لعيالنا، الازواج وهما بيكلموا بعض، اجراءات مانعه عشان ما يحصلش مشكله لينا او للعيله او للولد او للبنت، او مشكله ماليه او نفسيه، او اجراءات مانعه. اجراءات كاشفه اللي انا بكتشف كل شويه. فاكرين ممكن بنتكلم على الانديكيتور والجي ار سي، فقلنا في بيرفورمانس مانجمنت لقى نفسه بعيد عن عياله، اجراءات كاشفه. لازم تقعد مع عيالك كده وتتكلم معاهم، لا مخنوقين منك كده، في اجراءات كاشفه بقى. لازم تقعد كل فتره كده تشوف مع مراتك انت ايه الاخبار، واولادك ايه الاخبار، اصحابك ايه الاخبار، اهلك والدك والدتك طبعا ايه الاخبار. لازم تعمل اجراءات كاشفه وتعمل اجراءات مانعه عشان ما يزعلوش منك، لانك بتروح لهم كل يوم جمعه، دي اجراءات مانعه عشان ما يزعلوش منك. وبعد كده زي ما قلنا كده ايه؟ اجراءات مصححه، لان لازم يحصل حاجه غلط. اجراءات موجهه غالبا هتروح للسياسات والاجراءات لو احنا في ايه؟ لو احنا في شركه. هذا وبالله التوفيق.